السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كنا عملنا مع بعض تطبيق الملايات قبل كده والمفروشات، اتمنى تشوفوه. لو لسه مفيش حد شافه هسيب لكم الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس، وهيظهر لك في اخر الفيديو. هيطلع لك دلوقتي بطاقه ليه، لو عايزه تشوفيه اضغطي عليه وشوفيه. فدلوقتي النهارده الفيديو ده مطلوب من حبايب قلبي توتا وكمان ميمي محمود، عايزين يعرفوا يا ترى ينظموا دواليبهم ازاي، والافكار دي يا رب تعجبهم ان شاء الله باذن الله. جايبه لكم افكار بسيطه لترتيب الدولاب بشكل مريح. وطبعا اهم حاجه مساحه الدولاب عندك، على حسب المساحه هتبداي تختاري شكل التطبيقه او شكل النظام لدولابك. اهم حاجه يكون مريح للعين وفي نفس الوقت منظم ومرتب. فيلا مع بعض هنشوف مع بعض الافكار بتاعتنا، بس الاول هنطبق كام حاجه. قلبي دي تطبيقه شبيهه بالرول شويه، بس للحاجات اللي فيها زونت. تمام. زي مثلا كده، بس بتحطيها بالشكل ده. تمام، بتحطيهم كده في البوكس. لو عندك بوكسات طبعا يفضل ان انت يبقى عندك بوكسات، لو عندك الاماكن ضيقه عشان تحطي فيها، او تعمليها بالزونت. كل اللي احنا هنعمله نفس التطبيقه دي. هو ده كده كان معاه بوت، ما كانش معاه يعني بنطلون. تمام. فببتدي ان انا اكون قافلاه كويس، وابتدي ان انا افرده بالشكل ده. طبعا التطبيقه دي انا عارفه ان كل البنوتات عارفينها. وبتبداي تقسمي مثلا 4 صوابع بالشكل ده، بحيث يبقوا كلهم متساويين. والناحيه التانية برضو اخد 4 اصابع، بحيث ان هي تبقى بشكل متساوي، ما يبقاش فيه جنب زياده وجنب ناقص. وابتدي ان انا اعمله بالشكل ده. ولو معاه بنطلون طبعا بيتحط في النص هنا. هوريكم دلوقتي واحده ببنطلون. طيب بعد كده هبتدي ان انا عندي طريقتين، ان انا ممكن اعملها كده تمام بالشكل ده نصين، والزونت بتاعي يبقى متطبق بالشكل ده. يعني تحاولي بصوا عشان يبقى مظبوط. بتجيبيه الاتنين على بعض وتبدأي ترجعيه لورا بالشكل ده. تمام. ويفضل ان انت تحطيه من تحت مش من فوق، يعني داخل البيجام نفسها. تمام بالشكل ده حبايبي، عشان يفضل متساوي وما يبقاش في حاجه كده. شكل البيجامه عندي، لو عندي مثلا عايزه احط التطبيقات اللي هي فوق بعضها، تمام، هتعمليها بالشكل ده. مش عايزه تحطيها فوق بعضها وعايزه تحطيها في بوكس، يبقى هتلفيها رول. تمام. الرول بتاعي هيبقى بالشكل ده. هعمل كده، هحاول اطبق تطبيقه، مش هفضل الف كده بكره بكره، لا، اسويها بحيث ان هي تبقى منظمه وتبقى مقاس واحد بالشكل ده. تمام. اهي خدت 3 اجزاء. وبعد كده الزونت بتاعي ده ممكن يتحط من فوق، لكن انا مش عايزاه من فوق، انا هحطه من جوه برضو في المقاس بتاعي بالشكل ده، واقفل عليه بالشكل ده. هجيب بوكس بتاعي ده، بوكس كده تجريبي، يعني ده انا بستخدمه بره وفي التلاجة، لكن حبيت اوريهولكوا كنوع من يعني ايه، كنوع من ان انت تشوفيه حاجه عملي. فانت هتجيبي بوكس كبير طبعا، وتبداي تحطي الحاجه بتاعتك رول. هو طبعا مقاسه اهو بالشكل ده. كده حطيت اول واحده، وابتدي بيجامه ورا بعض. تمام. البوكس مفيد في ايه؟ ان انا بحط كذا واحده وفي نفس الوقت شايفاهم ومنظمين ومرتبين، ومفيش اي تعب خالص. في بقى يعني مثلا برضو الشكل التاني. دي نفس البيجامه لفاها رول، مثلا هحطها كده. ودي بيجامه تالته برضو لفاها رول، هبتدي ان انا احطها كده. فكده عندي البوكس خد 3. ده عشان صغير، لكن كتجربه يعني ليكي ان انت تعملي في بوكس كبير. يبقى اول حاجه البوكسات هنستخدمها. طيب لو انا عايزه اعمل بقى تطبيق بيجامه بالبنطلون، تمام، هناخد مثلا دي. دي خريفي شويه، هعملها بنفس النظام. تمام كده حبايبي. ثواني كده. ابتدي برضو اقسمها على حسب الحجم بتاعها كده، ومن الناحيه التانية برضو كده. هو طبعا التطبيق سهل ومفيهوش حاجه. وابتدي اجيب البنطلون بتاعي بقى. هنا في تطبيقتين، لا اما تطبيقه التطبيقه العاديه اللي هي بتبقى كده، تمام، او تطبيقه المحلات اللي هي بتبقى كده، ان انت بتفتحي البنطلون وتحطيه بالشكل ده. ماشي، بس بتظبطيه بقى بالشكل ده. تمام. هظبطه من فوق كده بحيث ان انا ادخل الجزئين دول كده مع بعض والجزئين دول مع بعض، يبقى كده كله واحد. تمام، كله متساوي مع بعضه. وابتدي افرده على البيجامه بتاعتي بالشكل ده. تمام اهو متساوي. وهاخد البيجامه بتاعتي نصين
هي بس عشان ليها فيونكة احطها من تحت كده كده حبايبي. كده بقى شكل البيجامه عندي اهي، والبنطلون بتاعها من جوه ومتساوي مفيش مشكله خالص. تمام، يبقى دي تطبيقه عاديه هتتحط كده البيجامات فوق بعضها. طيب البيجامات بقى اللي هي التقيله قوي فيها تبطينه او حاجه، الطريقه دي انا بفضلها. دلوقتي انا هعملها ازاي او عملتها ازاي كده، بس اهم حاجه تاخدوا بالكم. بصوا متساويه من جوه مفيش اي كعبله خالص من الناحيتين. دي عملتها ازاي؟ دي هتستخدمي فيها حاجه لو انت عايزه الياقه بتاعتك مسنوده بالشكل ده. يعني بصوا مسنوده بالشكل ده، ما تبقاش واقعه كده لورا. لا مسنوده وما بتطبقش ولا بيجرالها اي حاجه، وتقدري تحطي كذا واحده فوق بعض. هنحتاج لا اما دبابيس لا اما بتاع المشبك ده بتاع الورق. تمام، ما بيعملش حاجه على فكره. هو ده انا محتاجاه، ده اللي انا بعمله يعني في البيجامات اللي هي التقيله بالشكل ده. طبعا كل واحده وليها تطبيقتها، لكن طلبتي مني ان انا اوريكي طريقتي فحبيت اوريها لك. البيجامه دي هي نفس اللي عملناه، ان انت هتطبقي الجزئين وكده، والبنطلون عاملاه زي بتاع المحلات بالظبط. بس بصوا مطبقاه بقى صغير، يعني مطبقاه كده اهو. تمام، وتطبيقه كمان وحطاه في النص، حطاه في نص البيجامه. تمام، حطاه في نص البيجامه بتاعتي. هجيب الطرف بتاعي ده كده، تمام، وعشان ما يقعش مني هجيب الطرف التاني كده متساوي. هتبقى عندي البيجامه بالشكل ده. هجيب الطرفين مع بعض واجيب المشبك واروح شبكاهم. طبعا هي كل بنوته بيبقى ليها الترتيب بتاعها والنظام بتاعها، فدي تطبيقتي اللي انا حبيت اوريها لك وبعتمدها في الحاجات اللي بتبقى كتيره قوي او مبطنه. حتى برضو في ترنجات البيبيهات برضو بعملها بالشكل ده، وبحط المشابك بتسهل عليا وفي نفس الوقت بتديني شكل في الاخر حلو، لاني ما عنديش مساحه ان انا احط في كل حاجه في شماعات اكيد طبعا. فعندنا شكل الحاجه المبطنه، وهتبقى اللياقه بتاعتها او الزونت بتاعها هيبقى من فوق ومفيش اي مشكله خالص زي ما انت شايفه ادي شكل. وعندنا الشكل التاني اللي هو بيبقى كده وبيتحط فوق بعضه الحاجه، وبتسحبي برضو عادي زي ما انت حابه. تمام، لو انت حابه السحب. وفي الشكل التالت معانا وهو ان انت تعمليها رول وتحطيهم فوق بعض، او ان انت تعمليهم رول وتحطيهم ورا بعض في بوكس وهنشوف شكلهم في الدولاب. طيب لو عندي بقى في فكرة تانية عشان برضو نظام العبايات، هنشوف نظام العباية انا برتبه ازاي. تمام، لو عندي عباية مثلا زي كده الشتوي هعملها ازاي اهي. تمام، العباية انا عندي العبايات نظام، يعني العباية بتاعتي بتبقى نظام فساتين، ان انتي بتبقى ضيقة من فوق واسعة من تحت. فكل اللي انتي هتعمليه هتتنيها نصين. تمام، هتتنيها ايه نصين. هتني العباية بتاعتي جزئين كده حبايبي. تمام، تنيتها بالشكل ده نصين واعدلها كويس واطبقها بقى تطبيقة البيجامة، يعني اعملها معاملة البيجامة. انا تنيت الجزء ده بس من تحت اللي هو الطويل بتاعي الواسع من تحت، تنيتها بحيث ان هي تبقى كلها مقاس واحد. عايزه تعمليها رول نفس الحكايه، هتبقى هي وتبداي تعملي بعد النصين هتبداي تعملي بالشكل ده. تمام اهي، هتبقى رول وتجيبي البوكس بتاعك وتحطيها. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الرول وعرفنا الترتيب العادي. تعالوا بقى نشوف الافكار التانية غير بتاعه البوكس. في عندنا بوكس زي ده انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت، الستيكرز ده عملت بيه حاجات كتير وانتوا شفتوها. البوكس ده انا حاطه فيه حاجات بس ما كانش ينفع اطلعها في الفيديو. كنت حاطه فيها البراهات اللي هي براهات متبطنه. تمام، غير البراهات العاديه. بحطها ازاي؟ ده بياخد معايا تقريبا 8 قد كده. تمام، بالطول سوري قدامك، وبتحطي البرا كده الناحيه دي. تمام، يعني نفترض ان انا ماسكه برا، هنحطهم كده ونحط كذا واحد ورا بعض ورا بعض. هيبقى في مساحه هنا، المساحه دي بتحطي الاندر الخاص بكل براو، فدي للبراهات. تمام، ممكن نستخدمها برده في حاجات تانية. في بقى الفكره التانية اللي قلتلكوا عليها ساعه ادراج المطبخ، وهي الفكره دي. انتوا شفتوا العلبه دي اختها معايا في المطبخ، بس كنت حاطه فيها اللي هو الستيكرز بتاع المطبخ. فدي علب الكنافه اللي انا كنت بستخدمها في رمضان، العلب اللي انا وريتها لكم.
فكنت كل ما اجيب علبه كنافه اشيل العلبه بتاعتها، وغلفتها من ساعه رمضان بالشكل ده، وحاطه فيها ايه بقى، بناطيل للبيبي، شروطات، فالنات. ممكن دي حاجه ليكي انت، فكره ان انت تستخدمي العبوات اللي هي او تجيبي الكرتون وتستخدميه في الافكار دي بتاعت شوز، وانا غلفتها من جوه ومن بره. ودي زي كده بعمل الحاجات بتاعت البيبي عادي. بجيب الاندر بتاعه او البنطلون، ده بنطلون مثلا، وبحط الرسمه بتاعته من فوق بحيث ان انا اعملها. ده الاندر بتاع البيبي، وابتدي ان انا الف بالشكل ده واروح حطاه، واخد معايا حوالي 9، يعني 9 اندرات او بناطيل او حاجه. فهي فكره الرول اللي متنفذه هنا ده. بصوا منظرها حلو وشفاف، وهتشوفوا انا بحطها ازاي في الدولاب. فكده يا حبايبي هي دي الافكار، فكره البوكس للبراهات. وفي فكره تانية للبراهات هوريها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. البيبيهات بتوعك ممكن تاخدي الفانيلا مع اللي هي اللبس الداخلي وتحطهم له رول في حاجه زي كده، مش هتاخد منك مساحه، احسن ما تحطيهم فوق بعض. فدي فكره 2. وفكره البوكس اللي هو التالت اللي انت تحطي فيه الملابس، بس هتجيبيه على شكل اكبر. يلا بينا بقى نشوف مع بعض في الدولاب. وكمان تقدري ممكن تحطي فيها البناطيل الجينز بتاعه البيبي برضو بطريقه الرول. بتجيبي البنطلون كده تمام بالشكل ده مثلا، ماشي، وبتبداي تعمليه كده، وبتبداي تتني، هيتني معاكي نصين، وتبداي تحطيه برضو في العلب اللي زي كده. وبيبقى كده عندك بناطيل البيبي برضو بتاعتك في ورا بعضها، او البناطيل الجينز عامه بتاعتك ككبار او صغيرين. فيلا بينا نشوف في الدولاب هيبقى عامل ازاي. حبايبي ده الرف بتاعي الخاص بيا انا، حاطه عادي مفرش عادي تمام. البوكسات بقى، لو انا هحط بوكسات يعني هحطه بالشكل ده تمام، وطبعا هيبقى كبير. لو مش عايزه تحطي بوكسات، بصوا في مكان هنا كمان، لكن انا بحط بدل البوكس ده البيجامات بتاعتي، بيفضل المكان ده. تعالوا نشوف هنحط فيه ايه. فهو ده شكل البوكس كده، او ممكن تحطيه بالطول. طبعا انت هتجيبي واحد عشان يستحمل معاكي يشيل كتير يعني تمام اهو. ده شكل العلبة اللي هي البلاستيكية، شايفين شكلها كيوت خالص اهي. لما تحطيها بالشكل ده، انا ده مكانها تمام، وبيبقى ورا فيه البيجامات، وهيتفضل هنا عندي مكان بحط فيه بقى الحاجات التانية كده حبايبي. الهدوم بقى، لو واحدة عايزة تحط الهدوم بتاعتها بالكامل، هيبقى منظر الدولاب لو انتي استخدمتي مثلا بوكس للبناطيل او الشورتات او الحاجات للبيبيهات، هيبقى منظر الضرفة كده، ان انتي حاطه له الهدوم على جنب فوق بعضها. وده كمان هيبقى مش سهل ان انتي يتفك منك لو عملتي بيجامات البيبي كده تقيلة. ليه؟ لان انتي شبكاها تمام، والشكل بيبقى كده. ده حاجه كده يعني، انا لسه ما كملتش، بس هسيب لكم صوره ان شاء الله على الانستجرام. وده الشكل التاني لما يبقى فيه حاجات بالبوكس. تقدري كمان مست البوكس ده ان انت تقدري تحطي حاجات من فوقيه، يعني انا ممكن احط كده، اكمل كده كده، انتوا فاهمين قصدي؟ يعني ممكن احط حاجات تاني من فوق، فهوسع عليا مكان تمام اهو. انا عايزه اوريكم بس ان هو مفيد. بصوا يعني عملت تطبيقه تحت في 3 بيجامات حطيناهم مع بعض، وفي حاجات تانية، واقدر كمان احط يعني كمان. يعني بصوا لسه الرف بتاعي ما اتملاش على اخره تمام اهو تمام. لسه كمان اقدر ان انا احط حاجات زياده، وهنا برضه احط البوكس بتاع البراهات. فهي دي الطرق، يا رب تكون عجبتكم وتنفذوها، ويا رب تكون الافكار عجبتكم. فكره البوكس وفكره الكرتون برضو، ان انت تجيبي كرتونه وتغلفيها وتحطي فيها الملابس بتاعتك، مش شرط ان انت تشتري وتروحي تكلفي نفسك خالص. والبلاستيك نفس الحكايه برضو، اي كرتونه عندك بتاعه لوزين او بتاعه الكرواسون اللي بيتباع ده، يعني اي حاجه هتلاقيها في الحجم ده وتجيبيها وتنفذي عليها نفس الفكره. اشوفكم ان شاء الله كده على خير حبايبي، ويا رب تكونوا استفدتوا. واتمنى برضو تقولوا لي نظامكم ايه في الدواليب بتاعتكم علشان الكل يستفيد. لو عندك افكار تانية اتمنى تقوليها، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية، ومع السلامة.